السلام عليكم ورحمة الله. معانا أحمد موسى وتعليقه على حكم بالسجن على مرتضى منصور وانتصار دولة القانون. تعالوا نسمع أحمد موسى يقول إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في مصر قانون، في مصر دولة القانون، في مصر قضاء عادل ونزيه. دولة القانون ما بتعرفش أسماء ولا تعرف صفات. دولة القانون والقضاء المصري الشامخ قال كلمته النهاردة، وبعد كلمة القضاء هذا الملف يغلق تماما. خلاص، القول الفصل كان اليوم من محكمة النقد، أعلى محكمة في مصر. النهارده كان محدد 25 فبراير نظر طعن اللي كان قدمه رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه شهر في قضية المرفوعة من كابتن محمود الخطيب. النهارده الصبح راح رئيس نادي الزمالك سلم نفسه طواعية. يعني بقول الكلمة، راح سلم نفسه طواعية، جاي عشان انفذ الحكم، سلم نفسه للتنفيذ. محكمة انعقدت النهاردة، سمعت النيابة، نيابة النقد، سمعت المحكوم عليه في هذه القضية مداولة، خرجت المحكمة أي رفضت الطعن وأيدت بالتالي الحكم. ده القضاء النهاردة، ويتم تنفيذ الحكم. خلاص، يبقى إذن محكمة النقد اليوم، وزي ما بقول كده هذه دولة القانون، وهذه أو علينا كلنا احترام القانون واحكام القضاء. قضاء لما يقول كلمته خلاص، محدش تاني يعقب على القضاء وعلى احكام القضاء. وطول عمرنا بنقول كده، وطول عمرنا بنقول النهارده لو احنا بنتكلم بجد بقى، بجد يعني الانتصار اليوم كان لدولة القانون. تاني بقول الانتصار كان اليوم لدولة القانون، ودائما هذا هو قضاء مصر الشامخ العادل. طبعا كلام سليم جدا وكلام عقلاني، ما فيش اي شيء بيخالف. فعلا ده انتصار للحق وللقانون وانصاف للعدالة، وده حق كل واحد وكل بيت اتفتح فيه اي حاجة، سواء شاشة او تواصل اجتماعي ودخل بعض الالفاظ السباب. كنا كلنا حتى اللي هم مش ما ذكروش اسمائهم او ما ذكروش باي سب او هتك عرض او كلام عن كده، لكن كل البيوت اللي فيها التواصل، وفيها البيوت مليانه تواصل وشاشات وقنوات كل ده دخلت البيوت، وكانت كتيره أوي 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 على الناس. فده إنصاف بيسلك صدورنا كلنا إن إحنا الحاجات اللي هي منافية للأخلاق ومنافية للقيم والمبادئ إنها يعني بتصعب على الإنسان اللي هو لسانه أعف من إن هو يجيب أي لفظ حتى لو سمعه ما يقدرش يعيده. فده إنصاف وانتصار للمبادئ والقيم والأخلاق، وكل واحد خد شيء بيد العدالة بتقتص منه ويدفع حسابه. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.